يا اخوان الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يجعلكم الخدم بألف حسنه، الله يجعل البركه وسمحوا لنا، الله يجعل البركه. راس جمهور المغرب يا عالم، يا عالم، يا عالم، يا عالم. هم السعوديين لما قالوا هاتوا لنا المغرب قصدهم صلاة المغرب؟ مستحيل نخسر، كنا لاعبين، والله كنا لاعبين، ضيعتوا كثير من المحاولات. والصوبة جمع خيوطك طلوبيتك، الله يجعل البركه. ايش شعورك الحين؟ والله العظيم ما ادري كيف اوصفها. الى ركله مرمى عند بن عبيد. يا اخي شنو هذا؟ تعرف تلعب بلنتي، ما تعرف تلعب بلنتي، انا ما العب كوره، ما العب كوره اقدر اسجل ورب الكعبه كذا يا مسلم، كذا حسبي الله عليك، قهرتني يا مسلم. كن من تكون، فأنت في حضرة ولاة المملكة المغربية للتربية والتعليم أبدا لن تكون. تلك الصرخه المشهوره حقرونا. اليوم مستحيل تشوف المغرب تقدر تفوز على المنتخب السعودي لأنها قاعدة تلعب في الرديف، والمنتخب السعودي واحد من أفضل 3 منتخبات في آسيا. السعودي فينه كسرنا عينه. اخي سبحان الله قلبوا محترمين قوي. شوف يا انا بحس ان هم ملائكه، ده اللي يشوفهم قبل الماتش ما يشوفهمش دابا. حدا يشرح لي كيف المنتخب المغربي مش الاول ولا الثاني، الثالث يلي مؤلف من لاعبين محليين بالمغرب قدر يفوز على المنتخب السعودي بكل نجومه اللي حيشارك بكأس العالم. شفت لما تلعب ضد منتخب قوي هنا يبان مستواك الفني، ولا وتراك لاعب ضد منتخب بالصف الثالث، حتى لو كنت لاعب بالصف الثاني مستواك يضحك يفشل، مستواك يسد النفس. اوكي صارت كذا. الاحتفالية جدا مستفزة جدا على الشعب السعودي كامل. وصافي 1-0. هاتشو المغربي، هاتشو شنو دابا؟ قول هاتوا المغرب. حبيبي احنا قلنا نمزح معك، انتم مين واحنا مين؟ متى صارت المباراة؟ انا ما قلت هاتوا المغرب. هاتوا المغرب، هاتوا المغرب، هاتوا المغرب. شفتي الحقيقه؟ ايه انا والله ما مصيق اللي صار. انا لو منكم يا المنتخب السعودي بعد نهايه المباراه المطار وقبل للرياض ما العب دور ربع النهائي قسما بالله. يا حزن الحزن، يا حسن السودة يا رب. ما هو لما المغاربه يقولوا لكم هاتوا السعوديه يبقى بعد كده ما تستفزوش الشعب المغربي. الاول يا باشا مغرب، يا باشا المغرب، قلت لك مفيش حاجه اسمها سعوديه، مفيش حاجه اسمها كره اسيويه قدام الكره الافريقيه. مبروك للمغرب، مبروك للسعودية، كلنا متأهلين، خاوة كلنا مع بعض متأهلين. المغرب يفوز على السعودية ويصعد ويتأهل من مجموعة مركز أول. يا جدعان وانتم كنتوا فعلا مستنيين ان المغرب مثلا ممكن تخسر من السعودية وعمان تصعد؟ انتم كنتوا متوقعين حاجة زي دي مثلا؟ العب على قدك واقعد استريح. هاي المغرب يا الحمدان يا مارادونا استر علينا، جدك فرصة عمرك قولها. المغرب وين واحنا وين؟ مو استنقاص من المنتخب السعودي، لا والله، بل المنتخبات العربية الآسيوية كلها بعالم ثاني، والمنتخب المغربي بعالم ثاني. اوعوا تاني مره يا سعوديين في اي مواجهه بين المغرب والسعوديه تطلعوا تتكلموا الكلام ده وتقولوا هاتوا لنا المغرب. اوعوا خلاص كده. والله العظيم من بداية تصفيات كأس العالم ما تمنيت المنتخب يتأهل، والسبب ما عندي لعيبة. ليش اروح اصير مسخرة قدام الناس؟ ليش اروح اتمطش وارجع؟ ليش اروح واصير مسخرة للعالم كلها؟ تخيل تروح كأس العالم هذول مهاجمينك. احترامي لاي واحد سعودي، بعد كده ما تجبدوش حد انتوا مش قده، تمام؟ انتوا عارفين نفسكم بتجبدوا فرق كتير وفي الاخر ايه؟ بتاخدوا على وشكم. هل من المنطقي اليوم استمرار رينارد كمدرب للمنتخب السعودي قبل بطولة كأس العالم؟ أنا صراحة عندي 1000 شك، لأن أنا توقعت اليوم أن المنتخب السعودي بيفوز على المنتخب المغربي. اسود الاطلس السعودي فينه كسرنا عينه. المغرب تفوز على السعودية بعد تعلية صوت، بعد شماتة، بعد ما هتافات واستفزاز. لازم عليك تتيب يا سعودي، لازم عليك تتيب. المرة الجاية ما تتكلم بالسهل. أنا والله ما بصدق. كانت مباراة جميلة، يلا إن شاء الله شد حيلنا المباريات الجاية،
والله يوفقنا يا رب. صحاب لكم شو صار القمور هادو وبالمنتخب الثالث. بالمنتخب الثالث ما هو المنتخب الاول ما هو المنتخب. واش انتم راكم جاي لكم ماشي كون جبنا لكم الاولمبيك داك اللي داو الايفان والله تياكلوكم بالله. المفروض تكونوا بقى عقلتوا، المفروض تكونوا خلاص كده. المغرب اللي عملوا معاكم فوز وانتصار المغرب عليكم وانتم بتلعبوا بالمنتخب الاول، المفروض تكونوا دلوقتي فهمتوا ان المغرب هو الاسد، ان المغرب ما ينفعش ان انت تعصبه، ما ينفعش ان انت تطلع تقلل منه، ما ينفعش ان انت تطلع تحفل عليه وتتكلم عليه كلام ملوش اي لازمه. هذا عادي جد واقل من العادي. سوي في امه اذا جت اللقطه عليك لفت يمين يسار كذا، يعني اني تراني على المهاجم الفتاك اللي مش انه لا تراك عادي. ما عندك الا تحضير، حتى التحضير لا تعتقد انك قوي مره لانك ما لعبت ضد منتخبات قويه. كن من تكون فأنت في حضرة المنتخب المغربي للإصلاح والتهذيب فلن تكون. على اللي صار اليوم ومباراة السعودية والمغرب بالخط الثالث، المنتخب المغربي نازل بالخط الثالث. لان اصلا الكرة المغربية في تطور اخر 4-5 سنين. انتوا جايين تستفزوا اخواتنا المغاربة وتقولوا هنكسبوا المغاربة. جايك خط ثالث راح تجيني تقول السعوديه لعبت بالخط الثاني وما لعبت بالاساسيين، والله صدقني ما راح يختلف شيء. المغرب يا باشا بتلعب بالفريق الثالث، بتلعب بالثالث يا باشا. تفضل يا باشا. السعوديه مين واسيا مين يا باشا؟ تفضل يا باشا. وبزاف عليكم المغرب غير هاد الخطره تعلموا واحد الحاجه، المغاربه ما كيتحقروش والله ما نشوفهم دابا. شوف والله خلقين. كنتعلم من اخطائنا. ما تهدروش بزاف، ما تهدروش بزاف، بتتكلموا كتير. بتسوي بتحضن والله انت يقعدونك كذا يرصونك رص. اما عاد هذا مسكين رايح فيها، لا استلام لا تسليم لا سرعه لا مهاره لا حس تهدئه. ما اللي ذابحنا الكرييتيف. لما يكون عندك واحد كرييتيف تمشي اموره في اي مجال زي هذا. سبيك Arabic with Portuguese with English. شكله حاط بروفايل في اللينكدين، انا احس كذا. لان المنتخب المغربي ما قاعد يلعب بعناصره الاساسيه، والمنتخب السعودي اليوم تقريبا عناصره الاساسيه موجوده، والمدرب اللي فاز على الارجنتين في كاس العالم موجود. ولكن هل في شيء اليوم يدعو للتفاؤل؟ الاستفزاز. اوعى تستفز المغاربه مره اخرى، اوعى تحاول تستفز المغرب. المغرب الوحيد اللي ما ينفعش حد يستفزه، المغرب الوحيد اللي لما تواجهه لازم تكون محترم ولازم تكون مؤدب ولازم تمشي جنب الحيط ولازم تعمل نفسك مش واخد بالك. ليه؟ لان المغرب لما حد بيتكلم عليهم بينزلوا ارض الملعب بياكلوا اي حد. شو مسوي السعوديه اخر فتره؟ شو مسوي؟ ما تعرف شو مسوي؟ بطولة خليج محقق، بطولة خليج ما محقق، اسيا ما محقق، كل شيء ما محقق. رايح كاس عالم راح تجيني انا رحت عليك انت العراقي. حبيبي انت رحت عليه اصلا، رحت عليه بالتعادل. وان شاء الله الكاس لنا. اكيد لعبتنا يعني ما هم يعني متحمسين لهالدرجه عشان ايش متاهلين. منتخب السعودي هاتوا تعالوا يا مغرب تعالوا، مستنيينكم. النهارده المغرب بتقول لك السعودي فين وكسرنا عينه. اسمع لازم عليك تصدق يا سعودي، هذا اسود الاطلس. استغفر الله العظيم. كن من تكون فأنت في حضرة ولاد المملكة المغربية أبدا لن تكون. هذه سواها بالحارة كذا دورة رمضانية والعالم كذا تعزز لك وتطبل لك، هنا أنت كويس. بس منتخب لا والله ما أنت بوجه منتخب. لاعب التصاريح هذا مو بلاعب كرة قدم، لاعب التصاريح هذا في التصاريح خذه لعيب في التصاريح. بيردوا في ارض الملعب بيزعلوك زي النهارده كده. انت زعلت وغضبت وكل جماهير السعوديه كلهم طلعوا قالوا ايه اللي حصل لينا ده؟ معقول نخسر بعد كل الكلام اللي احنا قلناه، بعد كل الاستفزازات اللي احنا عملناها؟ معقول المغرب يفوز علينا وينتصر علينا؟ تخيل معايا يا عزيزي المشاهد ان الجماهير السعوديه من قلب المدرجات قبل المباراه كانوا بيستفزوا الجماهير المغربيه وبيستفزوا اللاعبين المغاربه وبيعلوا صوتهم هنفوز عليكم. واش احنا ديك الكاس ما بغيناش، حنا غير اللي كيهضر بزاف كنسدوا ليه فمه. حنا حتى الكاس ما عندنا ما نديروا به، حنا بارك كاملين سدلوا لكم الدراري وسكيتيو فمكم بارك علينا. هذا هو الانتصار عندنا. ما راح يختلف شيء لان اللاعب السعودي هسه على سبيل المثال الحمدان التعالي اللي واصلين له انه خلاص احنا
لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، مو هيك. اذا نبقى بهذا الفكر ما راح نتطور احنا كمنتخبات عربيه، ما راح نتطور صدقوني. يعني انا دلوقتي داخل المغرب 4 نقط والسعوديه كانت مثلا 6 نقط، فانا داخل دلوقتي مستني ان السعوديه هتكسب تبقى 9 نقط والمغرب يبقى 4 نقط ويبقى في حسبه بربه من عمان والمغرب. انتوا فعلا كنتوا متخيلين ان المغرب هيحط نفسه في الوضع ده او في الموقف ده امام المنتخب السعودي الاول، الخط الاول، يغلبه 1-0 وياخذ منا الصداره؟ يا عفو الله. السعودي وينه؟ الدامعة في عينه. السعودي وينه؟ الدامعة في عينه. وهنعمل وهنسوي ونخلي، ادي النتيجه. للأمانة أي حدا بيقول إنه منتخبات آسيا أفضل من منتخبات أفريقيا بكون مجنون، لأنه بدنا 1,000,000 سنة ليصير عنا نص المواهب اللي عندهم إياها. هنفوز عليكم. وكانوا بيستفزوا المغرب بشكل غريب وعجيب، لكن المغرب اللي قدر يفوز وينتصر على السعوديه وقدر ياخد المركز الاول. مين متخيل ان المغرب يعني بعد ما تعادل مع عمان انه ياخد المركز الاول؟ كان الكل بيقول لك حتى لو المغرب صعد هيتعادل مع السعوديه بعد ما تعادل مع عمان، لكن سبحان الله المغرب ما حدش يعرف يتوقعه نهائيا. اتفضل اديني يا باشا، متعني يا باشا. الكره المغربيه يا باشا، المغرب الكره الافريقيه ما فيش كلام. في الملعب لا، كل الجماهير اتفقوا انه ما يعرف يلعب كوره. يا اخي عطني حظك تكفى. يا كثر اللي انتقدوك في المنتخب، يوم غبت مباراه بس شوف كيف صار المنتخب. انتوا بتتكلموا كتير، انتوا بتقولوا احنا واحنا وفي الاخر انتوا ولا حاجه. في الاخر ايه؟ انتوا ولا حاجه، انتوا رايحين راجعين خويين. وصارت هجمه وصار زعل على الاعلام العماني من طلع وسال احد اللاعبين او مدرب السعوديه وقال له ما شفنا يعني نتائج الدوري السعودي انه صار تطور بالمنتخب السعودي، وكلها زعلت. لا هي حقيقه ماكو اي تطور. اسالكم بالله هذه اداء المنتخب السعودي؟ انا ما عمري شفت المنتخب السعودي مو قادر يطلع كره يا جماعه الخير. من زمان دائما وابدا بناء اللعب والتنظيم والاستمراريه كانت عند المنتخب السعودي. ما تقولش اي حاجه تاني، هتقول بقى البنيه الرياضيه للمغرب، اسود الاطلس، فوزهم، صعودهم، كل ده معروف. لكن النهارده فينه السعودي كسر عينه. بس اذا كانت المباراه يعني على التصفيات ولا على حياكلوا الجو ان شاء الله يا رب. استغفر الله العظيم. استغفر الله. الان وليت تعرف الله؟ ما كنت تعرف الله قبل؟ ما كنت تعرف الله قبل يا سعودي؟ تعادل وملعبك، والمفروض انا اللي استضيف المجموعه. تخيل لو جايني للبصره وانا مستضيفه، لا ما انطيك اياها وما تتاهل عليه. اختار اخر ما تقولش تهضروا بزاف ويسولشوا مع المغاربه، حيت المغاربه حارين، والله المغاربه حارين. مفيش كلام. لسه بنقول يا هادي، لسه بدري. عارف يعني ايه؟ رايحين جايين خويين، يعني والو. واذا كان عنده شوي هبوط في المستوى يرجع مباشره، ولكن اليوم امام رديف المنتخب المغرب انا ما اشوف شيء يطمن مع رينارد. نجي عاد للمواهب اللي قالوا عنهم مواهب. والله العظيم انكم مواهب حواري، ما انتم مواهب منتخب. المنتخب يبغى له لاعب في الملعب رجال، لاعب وحش، لاعب يلعب مجله، مو بيستلم كوره. السعودي وينه؟ الدامعة في عينه. قطع الله يجيب فاحنا اللاعب العربي اذا يبقى بهذا الفكر مالته ما راح نتطور ولا راح نوصل للمغرب. بعد يراد لنا سنين ضوئيه حتى نوصل للمغرب للامانه. يعني ترى فرق كلش كبير. جتك فرصه والله واحمد ربك، بس ما تقول لي انت منو. قدر يلعب بكل قوه وبكل شخصيه وبكل هيبه امام المنتخب العماني ويفوز وينتصر. بكره ان شاء الله منتخب مصر مع الاردن، ويا رب انصر منتخب بلدي مصر، وان شاء الله نصعد مع المغرب لربع نهائي بطوله كاس العرب. اضحك يا بقي. ابعتها له يمكن ياخد باله. الف مبروك للمنتخب المغربي بالصداره. ليش حديت يوم غاشوا حل معاهم؟ عايش المغرب ديما مغرب.